أهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين في ألواننا في لغتنا والأهم في عقولنا. المشكلة مش في الاختلاف، المشكلة في الخلاف اللي بيقطع الود. ليه لما نختلف في رأي أو وجهة نظر بنحول الشخص التاني لعدو؟ ليه بننسى كل العشرة والمحبة بسبب موقف واحد؟ أدب الاختلاف هو اللي بيفرق بين الإنسان الراقي اللي قلبه واسع وبين الإنسان اللي عايز يفرض سيطرته على الكل. الجمال في الدنيا هو إننا نكمل بعض، مش إننا نكون نسخة كربونية من بعض. الإمام الشافعي حط قاعدة ذهبية في التعامل مع الناس، قال: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيي خطأ يحتمل الصواب. دي قمة التواضع الفكري والسكينة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إننا نلتمس الأعذار، وإن اختلافنا في الرأي لا يفسد للود قضية. في قصة صلاة العصر في بني قريظة، الصحابة اختلفوا في فهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فريق صلى في الطريق وفريق استنى لما وصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا منهم. علمنا إن النية هي اللي بتجمعنا حتى لو الطريقة اختلفت. يونس الصدفي وهو تلميذ الإمام الشافعي اختلف مع أستاذه في مسألة علمية وخرج غضبان. فالإمام الشافعي ما راحش ينام وهو شايل منه، راح لحد بيت يونس ومسك ايده وقال له جملة توزن بالذهب: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ الشافعي كان شايف إن الأخوة والمودة أغلى بكتير جدا من إننا نثبت مين فينا اللي صح. الأمان الحقيقي هو إنك تعيش وسط ناس تحترم اختلافك وتصون ودك حتى وهي مش موافقة على كلامك. عشان تحمي علاقاتك وقلبك وقت الاختلاف، افصل بين الشخص وبين رأيه. يعني لما يختلف معاك في الكلام، احترم الشخص نفسه. اسمع عشان تفهم، مش عشان ترد. أوقات بنسمع عشان نجهز الهجوم، جرب كده تسمع عشان تشوف وجهة نظره. كلمة آسف وحقك عليا، لو النقاش احتدم انسحب بهدوء وبكلمة طيبة. مش عيب إنك تقول آسف وحقك عليا. السكينة الحقيقية هي إنك تعيش بقلب ما بيشيلش من حد لمجرد إنه مختلف معاك.